احلى بس على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. النهارده كده هنتكلم عن ماتش القمه اللي انتهى في مصلحه نادي الاهلي بنتيجه 4-1، وهنقول كل حاجه عن الماتش وكل التفاصيل، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما ابتدنا قبل اي حاجه صلي على سيدنا محمد وبعد صلاه على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم عن ماتش القمه اللي انتهى بين نادي الاهلي ونادي الزمالك في مصلحه نادي الاهلي نتيجه 4-1. انا صحيح زملكاوي وصحيح متضايق من النتيجه ديت كل حاجه، بس ده مش سبب كافي اللي خلاني اطلع اقول الحقيقه واطلع اقول مين كان اداء افضل ومين كان يستحق بجد المكسب. وكل التفاصيل هنتكلم فيها وكل التفاصيل متأيده هنا، هنقول في كل حاجه وهنحكي كل حاجه. خلينا نبدا كده سريعا. الماتش تقريبا كان الاهلي نازل الشوط الاولاني اساسا كسبان 1-0. بدا الماتش الاولاني الشوط قصدي الاولاني اسوريو كان بادئ بخطا واضح في التشكيله، خطا غبي في التشكيله جدا. مش غباء اللي هو غلط من فوق اسوريو، لا غباء اللي هو بدات الماتش بطريقه غلط جدا. مش عارف اقول عليها ايه. اسوريو بدا الماتش بدون بتشكيله ما فيهاش وسط ملعب، ما فيهاش لاعب ارتكاز، ما فيهاش لاعب خط وسط اساسا. بادئ بحاتم سكر وفتوح وبريمونو ضاد. انت مش بادئ بلاعب هو رؤى ولا السيسي ولا عمر جابر هم افضل خط وسط في العالم، ولا هم اللي هينزلوا يمنعوا النادي الاهلي من الهجمات والكلام ده. لا بس انت مثلا الشوط الثاني قدروا يخلوا خطوره الاهلي على المرمى مش اقوى حاجه زي الشوط الاولاني. مش زي الشوط الاولاني ما كانش في خط وسط، قدروا يمسكوا لك الكوره حتى لو كان شكله ضعيف بس بيمسكوا الكوره. في حكمه في خط الوسط، في حاجه بتتعمل، فاهمني؟ بس عدم ما فيش اساسا لاعب وسط ملعب. يعني العمى كله ولا نص العمى؟ المثل المصري بتاعنا العمى كله ولا نص العمى. فدي كانت طريقه خطا جدا من اسوريو بدا بيها الماتش، تسببت بقى ايه؟ يعني بص نتيجه بقى الخطا ده تسبب في 3 اهداف فيك، تسبب في 3 اهداف دخلوا فيك في الشوط الاولاني. جون في الشوط الاولاني جه في اول الدقايق، وجون تانيين لسه هقول لكم عليها، بس خلينا نتكلم في اول الشوط ونمسك الشوط حته حته ووقت كده. تاني شيء زي ما قلنا اسوريو صحيح بدا الماتش بطريقه غلط، وانا قلت ان ده طريقه غلط ولسه قايل كده، بس في نفس الوقت انا شايف يعني انا مش مناقض في كلامي، بس انا يعني كنت مش عايز النتيجه تبقى كده. وفي نفس الوقت انا كنت عايزه بجد يجرب لعيبه كتير، يعني كنت عايزه مش يجرب لعيبه كتير، عايزه يبدا بكل دول خط هجوم كامل عشان خاطر يشوف امكانيات اللعيبه، بعد كده نازل خط وسط ويشوف امكانيات اللعيبه. اصل انت مش هتلاقي ماتش اقوى من كده ولا احسن من كده ان انت تشوف فيه امكانيات اللعيبه اللي عندك عشان تستقر. لا ده ما ينفعش يكمل معايا وده يكمل. انت النهارده لما لعبت قصاد الاهلي بامكانياته الكبيره قدرت تطلع مين اللعيبه الوحشه ومين اللعيبه الحلوه، مين اللعيبه اللي عندها الامكانيات اللي هي تنافس وما عندهاش اساسا الامكانيات وعندها تنافس بس قصاد الفرق اللي هو زي ما قلنا العرب زي سموحه زي تيجي قصاد الاهلي تقع على طول. فدي كانت فرصه حلوه ان اسوريو بدا بعدد لعيبه كتير جدا، وحاتم سكر وحسام بيجيد وبدا وادى فرصه وابراهيم رضاوي وشفنا كل ده. فبرضه كانت حاجه حلوه ان هو جرب لعيبه كتير برضه في الماتش. احنا قلنا بقى على اخطاء اسوريو وقلنا ان هو بدا غلط ومش عارف عمل ايه، وكان برضه في نفس الوقت هو عايز يجرب لعيبه ويشوف امكانيات اللعيبه. تعال بقى نمسك اخطاء اللعيبه. شفنا النهارده اخطاء فضحيه من خط الدفاع. خط الدفاع كان في الحماده النهارده، كان في الباي باي النهارده. خط الدفاع الزمالك النهارده كان حاله مأيوس منها خالص. كان تقريبا مش عارفين لا خط الدفاع ولا كان واقف مع بعض ولا اي حاجه مستوى اللعيبه في الباي باي، مستوى اللعيبه ضايع. افضل واحد كان في خط الدفاع، افضل واحد كان في خط الدفاع ممكن تقول لي احمد فتوح مش عارف ايه، لا افضل بامانه حد كان في خط الدفاع كان هو حاتم سكر بصراحه. كان هو حاتم سكر اللاعب الصغير، اصغر لاعب، كان هو افضل لاعب بالنسبه لي في الشوط الاولاني في خط الدفاع. وبرده كان ما كانش اللي هو الواو لا، بس يعني لو هنقارنه باللعيبه اللي كانت موجوده في خط الدفاع فهو افضل منه بصراحه. يعني لو كان هنقارنه بالمسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام مجيد والناس دي فهو افضل منه، افضل منه بامانه. والمسلوسي مستواه بدا ينزل له كذا ماتش، مستوى المسلوسي بينزل. مش ده المسلوسي اللي احنا عارفينه في الناحيه الدفاعيه، المسلوسي اللي احنا عارفينه كان في الناحيه الدفاعيه كان صلب. مستوى المسلوسي بدا ينزل ومش فاهم ليه. فشفنا اخطاء كبيره قوي من خط الدفاع. تعال شوف بقى يعني اخطاء الدفاع. تعال بص بقى على اخطاء بقى ايه؟ حارس المرمى.
اخطاء صبحي اللي تسببت في 3 اهداف. اقول لك الجول الرابع بتاع محمد شريف ماشي، سيبك منه، سيبك منه يعني ماشي غلطه، ده غلطه الدفاع. 3 كور، اول كوره داخلال يعني الشحات شايطها وانت اساسا يعني الشحات شايطها في زاويه صعبه، شايطها لك في الزاويه اللي انت واقف فيها، في الزاويه الضيقه، في الزاويه اللي انت قافلها اساسا ودخل الجول. انت ما قدرتش تعمل معاها اي حاجه، الكوره قويه بس انت واقف في الزاويه، انت عملت كده بسرعه جبتها كده خبطت الفيديو طلعت بره. ده اول تاني خطا بتاع علي معلوم، متقدم قوي انت قدام قوي قوي. شفت برضه جول الشحات، الكوره راح في النص، الكوره راح في النص، بس السبب اللي انت بتقدم ما قدرتش تصلحها. حتى عارف لو كنت لمست زي انت لمستها اساسا بس خليتها تخش تعكس اتجاهها عشان انت متقدم. انت عارف لو واقف يعني بعد الجون بعرضه يعني خطوه خطوتين، واقف بعد الجون بخطوه خطوتين، خطوه خطوتين بتفرق معاك، هتعرف تسد الكوره، هتعرف تسد الكوره، لكن انت بتقدم قوي. فشفنا اخطاء من صبحي بشكل غريب جدا. اتمنى صبحي ما يلعبش تاني، اتمنى عواد ياخد فرصه لغايه نهايه الموسم ونقدر نشوف ندعم خط حراس المرمى ازاي، عشان خاطر كده احنا ما عندناش حارس قوي نهائي. صبحي اساسا بيغلط مين بدري، بس انا على طول خط دفاع مش عارف، ما عندوش امكانيات، مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه، لا لكن انت بجد مستواك صبحي ضايع. زي ما قلنا اخطاء من صبحي كانت غريبه جدا. فانا اتمنى زي ما قلت برضه عواد هو اللي يلعب بعد كده وياخد فرصه من ماتش فاركو ان شاء الله يوم الاحد، ونبدا نشوف عواد لغايه ما نبدا نشوف ندعم ازاي. وزي ما قلت برضه خط حراس المرمى وحراس المرمى عموما عشان صبحي كده في الباي باي. شفنا بقى، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي زي ما اتكلمنا عن نادي الزمالك، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا بتكتيك بصراحه عجبني جدا. النادي الاهلي بادئ هادي، بادئ بيعمل ايه؟ النادي الاهلي لما ياخد كوره بيعمل ايه؟ ما بيطلعش يلعب قدام على طول واللي هو يرفع والكلام ده ويرمي على الشحات او يرمي على بيرسي بتاعه ومش عارف ايه الكلام ده. النادي الاهلي ياخد الكوره، انزل يا قفشه، انزلوا حضر تحت، وزع عبد الغني، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، طق 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 طق. لعيبه الزمالك بتضطر تعمل ايه؟ بتضطر تروح عشان تضغط على المنافس، ينزلوا يضغطوا. اوب انت فضيت وسط ملعبك اللي اساسا كان فاضي، اوب ادي يلا ارمي قدام، ارمي قدام وانت كده كده خط وسط بتاعك فاضي. فكان عندهم هم الفضول اكتر في الهجوم. ان بدا التكتيك صحيح، كوره بدا التكتيك بجد عجبني، اللي هو نازل هادي، نازل بيقول لك استحوذ انت على الكوره، بس انا لما اخد الكوره انا هسحبك لغايه عندي في وسط الملعب بتاعي، وبعد كده اطلع بالكوره وانت كده كده بادئ اساسا ما عندكش وسط ملعب، فانا هلاقي وسط الملعب بتاعك فاضي، هقدر اتملك عن وسط الملعب عموما بتاعك وبتاع، هقدر اتملك عليهم. فاهمني؟ فكان طريقه من اسوريو جامده جدا. فتاني حاجه اسوريو كان عامل خطه يعني شبكه دفاعيه بطريقه رهيبه. عم منعم وياسر ابراهيم النهارده كانوا جامدين، بس ممكن يعني منعم هو الافضل من ياسر غير كام غلطه كده، بس نادي الزمالك ما قدرش يشتغل لهم اهداف. فعم منعم هو الافضل. النادي الاهلي عمل النهارده طريقه دفاعيه كانت كويسه جدا. شفنا الشوط الثاني نزل اسوري بالتبديلات على طول، اللي هي كانت علي جبر مكان نيمار ورؤى ما كانش كبالة، والسيسي كان مكان حاتم سكر، ومحمد طارق كان مكان حسام عبد الجليل. نزل التبديلات كانت سبب ان نادي الزمالك يشوف شكله احسن في الماتش. الشوط الثاني دخل فينا جون وسجلنا هدف، لكن تعال نعمل مقارنه بين الشوط الاولاني والشوط الثاني. انت كنت الشوط الاولاني مش عارف تستحوذ على الخط الوسط بتاعك، لا الشوط الثاني مش هقول لك انت استحوذت بنسبه 90% او 100%، انت بس انت بقى عندك نسبه يا عم حتى 30%. بقى في منظر ليك في خط الوسط، بقى في منظر ليك في خط الوسط. بس انت بتقول طب نادي الزمالك ليه ما قدرش يرجع الشوط الثاني؟ هقول لك نادي الزمالك ما قدرش يرجع للشوط الثاني، ودي كانت السبب الاولاني وبجد بانت قوي، امكانيات اللعيبه. انت النهارده كان افضل امكانيات لعيبه ليك كانوا هم 3 بس، جزيري وزيزو وفتوح بس. شيكابالا النهارده اساسا كان في الشوط الاول كان مش في حالته، زيزو وجزيري وفتوح. انت بقى عندهم هم كلهم امكانياتهم اعلى من لعبتك. يعني انت لو عايز هتقارن بين الثلاثه دولت وهتيجي بقيه اللعيبه بتاعت الزمالك هتلاقيهم هم امكانياتهم اعلى منهم بكتير في حراسه المرمى، في خط الوسط، في خط الدفاع. احنا نحمد ربنا كان مروان عطيه خدش بالهم، كان الوضع اختلف اساسا. فاهمني؟ عدم الامكانيات عند نادي الزمالك هي كانت سبب ان نادي الزمالك ما يقدرش يرجع الشوط الثاني. بس انت عملت مستوى احسن الشوط الثاني بالتبديلات دي يا سوري، عملت نظام احسن بالتبديلات دي. التبديلات دي هي كانت سبب ان انت الشوط الثاني ما يخش فيك اهداف زي كتير زي الشوط الاولاني. وبعد كده شفنا ناصر المنسي برضه نزل مكان السيسي، ان السيسي خرج اصابه، واما نعرف ايه نوعيه اصابته هنطلع نقول لكم.
تعالى بقى نقول الاجوان. شفنا الجول بتاع حسين الشحات اللي هو غلط من صبحي في الدقيقه الثانيه على طول من الشوط الاولاني، وبعد كده شفنا جول برده حسين الشحات هو افضل لاعب في المباراه في الدقيقه 36 برده كان خطا من صبحي، وشفنا جول علي معلول في الدقيقه 46 برده جول خطا من صبحي. ثلاث اجوان اخطاء من صبحي، ما مش اخطاء من صبحي لوحده، لا هم اخطاء فريق، بس يعني كور راح على صبحي لو حارس كويس واقف مكانه كان صدهم، حارس كويس كان واقف مكانه كان صدهم. كده شفنا الجول من ركله جزاء من احمد سيد زيزو في الدقيقه 68، وشفنا الجول الاخير من محمد شريف في الدقيقه 94. قلنا كل حاجه كده في الماتش. ارض ركله نادي الزمالك، نادي الاهلي بيعمل رقم قياسي، اذا لو فاز بالماتشات كلها الجايه يبقى وصل لنقطه 90، انه هو افضل رقم ليه في الدوري كان نقطه تقريبا جمع نقطه 86 مش لازم 90، فدي تقريبا اول مره ليه اللي هو يوصل لنقطه 90. فهي ارقام كتير قوي النادي الاهلي هيحققها اذا لو فضل نهايه الدوري بدون خساره، فلما يحصل دوت ان شاء الله نطلع نتكلم عن كل حاجه ونقول ارقام الاهلي الجامده جدا في هذا الموسم، بس ده خليها في نهايه الفيديو، قصدي في نهايه الدوري ولا ايه؟ في نهايه اخر ماتش للاهلي في الدوري هنقول كل حاجه. فان شاء الله في فيديو جديد هنتكلم عليه عن النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي في الموسم دوت، ارقام كولر مساعد دخل برضه نادي الاهلي. ان شاء الله تستنونا في فيديوهات كتير جدا هتنزل في الفتره الجايه، فيديوهات هتبقى بجد حاجه مختلفه ممكن بجد ما تشوفهاش عند اي حد تاني، انها هتبقى حاجات جديده وهتشدك انت وهتستفاد منها ان شاء الله. فنهايه الفيديو هارد لك لجميع نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، واللي انا واحد منهم. هو ماتش خطا كان من اسوريو، بخلص الماتش ده اخطاء من اسوريو واخطاء لعيبه، وبرده امكانيات اللعيبه هنا عند نادي الاهلي اعلى، وعند نادي الزمالك مفيش غير 3 لعيبه هم اللي امكانياتهم حلوه وعاليه. وبرده كان تكتيك جيد جدا من كولر، والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على حصولهم الدوري النجمه 43. وبس. في نهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.